النجم الكبير عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، نجم نادي الزمالك، نجم النادي الأهلي، نجم منتخب مصر، نجم نجوم الكرة المصرية كابتن حسام حسن. برحب بيك ومبروك عودتك مرة أخرى لجماهير نادي الزمالك، اللي أعتقد إن هم السبب المباشر والأساسي لعودة الكابتن حسام حسن من الأردن بعد يعني تضحية بحاجات كتير جدا، تضحية بمنصب مدير فني لمنتخب كبير زي منتخب الأردن، تضحية بتوصيل الأردن لكأس الأمم الآسيوية، تضحية ان انت تلبس البدلة وتبقى في استراليا وتقف على الخط وتوجه وتلاعب منتخبات كبيرة، اليابان ويعني فرق كبيرة جدا. يعني هو ده كابتن حسام، هو ده كابتن إبراهيم. دايما بيبقى عندكم هدف بتبصوا له، ما بتبصوش للماده، ما بتبصوش لحاجه تانية الا ان انت حسيت ان انت اتظلمت في نادي الزمالك فراجع بقوه لنادي الزمالك. يعني انا بشكرك على المقدمه دي. اولا اهلا بيك يا مهيب، وانا سعيد ان انت تكون معانا في كواليس نادي الزمالك، ودي حاجه مهمه جدا ومهمه لاي فريق ان الناس اللي جماهير نادي الزمالك تطمن على لعبتها من خلال قناه محترمه زي قناه الحياه، ومن خلالك كمان يا مهيب. فطبعا الحاجات اللي حضرتك قلتها طبعا كلها تحترم لاجل نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. فعلا يمكن تدريب المنتخبات على قد ما هو صعب، على قد ما في بعض بتاخد التقاط الانفاس. يعني انت وماسك منتخب محترم جدا في البدايه. طبعا يعني انا يمكن من الناس المحظوظه اللي انا اتعاملت مع شخصيه محترمه كبيره زي الامير علي، اسمه الامير علي بن حسين. اعتقد ان انا اكتسبت منه حاجات كتير، حكمه وخبرات وفكر، وواحد اقل الامكانيات وصل المنتخب الكره الاردنيه عامه سواء كره القدم منتخب اول او منتخبات الناشئين والشباب او حتى منتخب السيدات، يمكن من المنتخبات المتفوقه على المستوى الاسيوي والعربي المنتخب الاردني. كل ده باقل الامكانيات يعني. فانا بشكره جدا ان على الفتره اللي اشتغلت معاه مع اتحاد الكره وكل القائمين على اتحاد الكره الاردني، زائد طبعا الجماهير الاردنيه اللي فعلا حست ان في وقفت جنبينا في اوقات صعبه كتير، وحسوا بمجهودنا وحسوا ان المنتخب الاردني ما عنده قوام من عدد من اللاعبين الصغار السن مع الخبرات. فرجوعي بعد ما زي ما انت تفضلت وقلت يا مهيب ان كان في نهايات اسيا، اي مدرب في العالم يحلم ان هو يدرب في نهايات اي نهايات بطوله، ونهايات كاس اسيا من البطولات الخمسه الكبار بالنسبه للفيفا اللي بنظمها الاتحاد الدولي. ف انا كنت في موقف صعب جدا، موقف ان انا الحاجات اللي انا قلتها كتير وعلى القياده اللي موجوده سمو الامير علي والاتحاد الكوره، وان انت تصل للمنتخب الاردني للمره الثالثه في تاريخه. ووصل المنتخب الاردني وصل مرتين نهائيات اسيا، يصل المره الثالثه من خلال وجود الحمد لله انا والجهاز بدون هزيمه خارج ملعبك او داخل ملعبك. مش مطالب ان انت تروح تجيب بطوله، دي حاجه مهمه جدا. تمام. اعتقد في مدربين كتير ممكن يدفعوا حاجات كتير عشان يقف في نهايات بطوله زي دي، ولكن انا نادي الزمالك في كيمياء معينه موجوده بينه وبين جمهور نادي الزمالك بكل الاحترام والتقدير من ساعه ما دخلت نادي الزمالك كلاعب، وزي الانسجام والكيمياء اللي انا بقول عليها دي موجوده مع الجماهير. ما اخبيش عليك ان انا حسيت ان دي في مرحله نادي الزمالك مع وجود مجلس محترم زي مع المستشار مرتضى منصور واعضاء مجلس الاداره، حسيت ان هم ناس عايزه تعمل حاجه. الامور دي العناصر دي توافقت مع الفكره اللي انا بتكلم اللي انا كنت اتمناه لنادي الزمالك، وهو وجود مجلس قوي، رئيس نادي قوي، مع وجود طموح نجيب لاعبين تليق بنادي الزمالك على الورق. انا بتكلم لسه على الورق، وده اللي كنت بتعاني منه زمان. مظبوط. زائد الجو العام اللي ممكن يساعدك من خلال المرحله زي دي. فكان اختيار ان انا اكون موجود مع نادي الزمالك، ان اللاعبين اللي جايين بطموحات جديده مع كل التقدير والاحترام للاعبين اللي هم مشوا كانوا من الناس اللي هي تعبت واجتهدت لنادي الزمالك، ويعني فعلا بوصلهم تحياتي على المجهود اللي عملوه، ودي سنه الحياه. زي اللاعب زي المدرب انه ممكن في اي وقت يكون موجود، وقت مش موجود يكون في مكان تاني. ولكن اللاعبين الجداد اللي اختاروا المجلس اعتقد ان هي عندهم طموحات كبيره. حبيت ان انا اشارك في هذه الطموحات من البدايه. يعني في فرق بين انت تمسك اللاعبين قبل ما يخشوا المكان ويحصل الحاجات تغيرات، وفي فرق بين ان انت تخش
داخلين على ايدك. لسه الدماغ يعني موجوده ما كبرتش. البهجه والفرحه ان موجودين في نادي كبير زي نادي الزمالك مع جماهير نادي الزمالك، تبني الاساس الاولاني صح بالظبط. فده اللي حصل وده ملخص الاختيار. وانت قلت كمان حاجه زائد الحاجه المعنويه الكبيره اللي تكتب في السي في بتاع اي مدرب انه يحضر نهائيات، تغطيت عنها. لكن كمان الحته الماديه اعتقد ضعف المكان هنا، ودي بتكلم ومش يعني دي حاجه يعني ولا جزء بسيط ما تسويش حاجه بالنسبه فرق العمله، ما تسويش حاجه بالنسبه لجماهير الزمالك. واحترامي وتقديري لمجلس الاداره والمستشار مرتضى منصور. فبالتالي ان شاء الله نتمنى التوفيق. اتمنى ان انا اكون اختياري كما ربنا اوحى لي ان انا اكون متواجد في نادي الزمالك في الفتره دي، ان انا اضيف حاجه لجماهير نادي الزمالك. وان شاء الله دي هتيجي بتوفيق ربنا، ثم مساعده الجميع زائد مسانده. دي حاجه مهمه ومعروفه ان جمهور الزمالك بيساند لحد اخر لحظه وتعب من المسانده. ولكن اتمنى ان العلاقه ان شاء الله تكون موجوده من الجميع، من الاعلام، ان شاء الله يكون يبقى موسم محترم وقوي ويليق بالكره المصريه ان شاء الله. لكن شاء الظروف برضه عشان نوضح للناس كابتن حسام، انت داخل على فرقه قوامها 11 لعيب او 12 لعيب و3 حراس مرمى، بدايه موسم معاك لعيبه يعني زي ما قال لي كابتن ابراهيم يعني عينك فيهم ومش عارف حد يجي معاك، لا يعني برضه وضع صعب جدا يا كابتن. بص اقول لك حاجه، انا من ساعه ما لعبت كوره لحد النهارده عمري ما قابلت الموقف ده ولا سمعت عنه. بالظبط ان انا بلعب في بطوله قويه جدا، بطوله ابطال افريقيا، ونادي الزمالك ليه باع كبير فيها مع النادي الاهلي في عدد البطولات، وطموحات جماهير الزمالك كبيره ان انا اصل ان انا اكون عندي بالظبط حوالي 12 13 لعيب بالمصابين. دي كانت صعبه على اي مدرب وانا ما كنتش عايز اتكلم فيها، لان انا من عادتي ان انا مش هشتكي، انا مش بشتكي بس ده واقع. دي انت بتوضح امور قبل المباراه يعني ده المقصود. فانا ما كنتش هتكلم فيها، خليت الكابتن ابراهيم يتكلم فيها كمدير كره. لكن في النهايه راجل مدير فني انا يعني بتاعتك. الموقف ده صعب جدا. يعني انا لا قدر الله وارد جدا ان انت ممكن تبدا الماتش ناقص، لا قدر الله. يعني انت لو في مع الاصابات اللي موجوده، انا جيت كمان لقيت في 3 4 لعيبه عندهم يعني من المرحله المستخبيه كمان مصابين. يعني محمد ابراهيم لسه اول تمرين، لسه يعني هيلامس في التمرين مع الفريق. ياسر ابراهيم يعني الراجل يعني بره الماتش خالص. في صلاح سليمان لسه داخل التمرين امبارح، بيت وجع. حازم امام موقوف زي ما انت عارف. عمر جابر متجوز. عمر جابر لسه امبارح من جواز، والراجل يشكر ان هو، وده طبيعي جدا لاي حاجه تهون بالنسبه لنادي الزمالك، ان هو جه ودخل المعسكر وانتظم. لكن كل دي امور مع ماتشين محتاج منهم ان انت ما عندكش ثالث. الماتشين دولت مفيش تعويض، ويوصلوك دور قبل النهائي. ودور قبل النهائي يعني ان شاء الله توصل فاينل ان انت بتلعب على بطوله افريقيا وما بعد بطوله افريقيا كاس عالم. فبالتالي يعني انت النهارده لو عديت الماتش ده ولا عديت الماتش اللي بعديه، انت هتكمل البطوله ازاي؟ هي دي المشكله. ولكن انا ما حسيتش، يعني ما فيش احساس بان اللعيبه وصل اني انا عندي مشكله. لا، انا بقول لهم اعتبروا نفسكم انتوا المجموعه دي، قوام الفريق الحالي دلوقتي حاجه و20، والمجموعه دي اللي اخترتها هي اللي هتلعب. يعني مش فرض ولا ان هو الظروف اجبرتنا على كده. فانا بوصل لهم لان دي حقيقه. تمرينهم كلهم بفضل الله في استجابه واستيعاب وفي علاقه احترام حب بفضل الله، ودي هنشوفها في الملعب. فبالتالي الموقف ملخصه صعب، ولكن نادي الزمالك، جماهير الزمالك ومجلس الاداره عندهم ثقه في ربنا ثم فيا وفي الجهاز. اعتقد لازم اكون عند حسن ظنهم. واعتقد ان انا زي ما اشتغلت قبل كده في ظروف صعبه في وجودي في نادي الزمالك، في اول تدريب ليا مع نادي الزمالك، الموقف ده لا يقل صعوبه. ولكن ان شاء الله بعون الله هنعديه على خير ان شاء الله. مش هطول عليك، لكن انا بتمنى من خلال، يمكن الناس تسمعنا من خلال نجوم ملاعب النهارده الجمعه وبكره بعد بكره الماتش، يا ريت بتمنى ان الجمهور الزمالك يحضر عشان يعوض لك الفروقات الكتيره دي. يعني انا نفسي ان نكون مع اول قياده لنادي الزمالك في المرحله دي، ان يكون جماهير الزمالك موجوده. دي نمره واحد، زائد النقطه اللي انت قلت عليها مهيب، ان هم يكونوا متواجدين
لمساندة اللاعبين في الملعب وتزودونا، والحته اللي هي كانت بتقلق الفرق الافريقيه انديه او منتخبات تعود تاني هو الجمهور. والحمد لله يمكن مباراه الاتحاد في المئويه مع سبورتنج لشبونه اعتقد ان هي ادت مؤشر كويس ان الجماهير ابتدت تعي موقف البلد اللي احنا فيه، مشتاقه في حضورها للملعب. وانا بقول ان جماهير النادي الزمالك اعتقد ان هي اكتر ناس هي الحريصه على مصلحه نادي الزمالك، فبالتالي مستنيين منهم الكتير. يعني زي ما احنا بنعد اللعيبه وبنجهز وبنشتري لعيبه، الاساس بعد ربنا هو مسانده الجمهور. ولا اداره هتقدر تعمل حاجه، ولا جهاز فني يعمل حاجه، ولا لاعبين، غير الحته المعنويه الكبيره اللي تميزت بيها كره القدم ونادي الزمالك والانديه الكبيره والنادي الاهلي والاسماعيلي والمصري، ان عندهم جماهير، ان في جماهير قويه. فدي ان شاء الله نلمسها في المباراه اللي جايه. اخيرا تعيين الكابتن احمد حسام ميدو كمدير لقطاع الناشئين، دي شايف ان حاجه كويسه، وطبعا في حب كبير وفي احترام كبير بين احمد حسام للكابتن حسام حسن. اخويا الصغير طبعا يعني الفرق بيني طول عمره حوالي 17 سنه، وانا يعني انا كنت سعيد ان انا دربته في المرحله اللي رجع بيها في اوروبا وعمل مستوى كويس، ورجع تاني لانجلترا تاني بعد الفتره دي. احمد حسام انا سعيد بتجربته جدا، وحتى لو هي جت بدري شويه ولكن افادته كتير. ولولا التجربه دي ما كانش مسك في المنصب اللي موجود، كبير خطير جدا وصعب جدا، لان اعداد اللاعب من النشء صعبه جدا، محتاجه فكر، محتاجه مجهود. فاعتقد نادي الزمالك هو ده اللي انا بسعيد بيه، ان كل الانديه تستفيد بالكوادر بتاعتها. يعني نادي الزمالك في مدربين على اعلى مستوى، وكل التحيه والتقدير للكابتن محمود سعد وكل المجموعه اللي كانت شغاله قبل كده. فاعتقد احمد حسام كان التجربه كانت انا في وجهه نظري مفيده جدا ليه، ونجح لحد ما ان يكون متواجد في الناحيه التدريبيه، زائد هيكملها ان شاء الله بخبراته اللي هو كاحترافه او في مسؤوليته في الفريق الاول. اعتقد ان هتدي قوه ان شاء الله لناشئين نادي الزمالك. وانا بقول له التدريب مجموعه خبرات متراكمه، كل مرحله لازم يستفاد بيها من الناحيه الايجابيه والسلبيات ان هو يقدر يتغاضى عنها. فاعتقد ان هو قادر ان هو زي ما انا كنت موجود قبل كده ومشيت ورجعت ورحت مكان تاني، هو ده التدريب، هو دي سنه الحياه. في لاعب ممكن تلاقيه في الزمالك وتلاقيه في هنا وتلاقيه هنا، فاعتقد ان احنا ان شاء الله نادي الزمالك يستفاد بكل الكوادر بتاعه. بالتوفيق يا كابتن، وان شاء الله كل المسانده، وانتوا يعني رجال المواقف الصعبه في اي حته في اي مكان في مصر انتوا موجودين وبقوه، وكل الدعم ليكم من خلال الاعلام ومن خلال الجماهير، وان شاء الله يكلل فكر الكابتن حسام حسن ان شاء الله بكل نجاح وتحقق اللي بتتمناه كابتن. ان شاء الله، واللي انا بتمناه هو اسعاد جماهير نادي الزمالك. انا جاي عشان نفسي الجمهور اللي عانى كتير من صعوبات لتحقيق بطوله، لان يكون عنده فريق قوي زي ما حصل في المرحله اللي كنا ماسكين فيها الاول، في منتخب في فريق باقل الامكانيات وصلنا ان احنا في نديه. فان شاء الله بعون الله هجتهد واسعى انا وجهازي ان نادي الزمالك يكون عنده فريق قوي يسعى للبطولات ان شاء الله. شكرا يا كابتن وبالتوفيق. اشكرك.